قال رشيد بن محمود مساعد الناخب الوطني بأن الأجواء التي يعيشها المنتخب الوطني بسان بيدرو هي أجواء رائعة للغاية من السكن إلى التحضيرات، مشيدا بانضباط اللاعبين وروحهم الجماعية من أجل أن تكون البداية أمام تنزانيا موفقة ويحقق فيها الفريق الوطني الفوز لتكون البداية موفقة. وقال بن محمود: الأجواء جيدة للغاية من السكن، حيث توفر لنا المسؤولة المغربية عن الفندق كل ظروف الراحة، كما إن هناك روح جماعية تسود في صفوف اللاعبين، وينتظرون المباراة الأولى بلهفة كبيرة قصد الفوز فيها للتأكيد على بداية موفقة. كما إننا وضعنا أمام اللاعبين الأخطاء التي ارتكبناها نحن في السابق لكي لا تعاد مرة أخرى، من أجل تحقيق حلم انتظرناه طويلا.